السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. العيد خلص. عملت لهم شويه محشي مشكل حلوين قوي. ورق العنب انا بحب افرزه كده، اسلقه كده لما اجي اعمله بالعنقود بتاعه زي ما بشتريه. وبعد ما بسلقه طبعا في ليمون، بقطع شرايح ليمون في الميه، بشطفه زي ما انتوا شايفين. بيبقى سهل عليا جدا كده. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. انا جبت هعمل لهم محشي مشكل، بتنجان وكوسه وفلفل وورق عنب. اللي بيحب حاجه بقى قوي بياكلها براحته، عشان ما حدش يقول نفسي في محشي نوع معين. الطماطم بتاعتي اللي مفرزاها. التفريزات مهمه جدا يا جماعه. الطماطم كتير لان انا عامله محشي، كميه محشي كبيره. وانا قلت لكم عامله تشكيله كبيره وكميه كبيره ما شاء الله. ودي لحمه شرايح، وعامله صينيه فراخ حلوه قوي. خلاص. اهو البتنجان جايبه مقور، ما بقدرش اقور البتنجان خالص. وكوسه برضو جايباها مقوره، والفلفل بس اللي بعمله في البيت. بس ساعات بعمل الكوسه، يعني لو ايديا سليمه بعمله في البيت. ما نجيش على نفسنا ونضغط على ايدينا ساعات بتبقى تعبانه جدا. مين زيي؟ لا بجد ساعات ما بقدرش اعمل حاجه خالص بايدي. فما نضغطش على نفسنا ونيجي على نفسنا بزيادة، ما حدش هينفعنا بأمانة. ودي الخضرة بتاعتي، طبعا هوضبها كلها دلوقتي. جبت المفرمة، جبت شوية بصل حلوين حوالي 25 كيلو. البصل الفترة اللي فاتت كان رخيص، ولغاية دلوقتي يعني سعره معقول. هاتي بصل وفرزيه. انا الموضوع ده فرق معايا كتير جدا جدا. ما فيش، بتقطعي البصل وبتحطيه في الكبة بتاعتك، ما تفرموهوش قوي. خلي الفرمة بتاعته خشنة عشان ما ينزلش ميه كتير. وفي نفس الوقت في الطبيخ البصل المبشور قوي ما بيبقاش حلو. ينفع في المحشي، ينفع في اي صواني ماشي، لكن في الطبيخ بلاش. يعني خليها الفرمة خشنة شوية، ما تحاوليش تنعميه قوي. هنحطه في كاس. انا فرمت حوالي 15 كيلو، عملت كمية تاني بعد الفيديو ده. حطيتهم في الفريزر. كيس تلاجة طبعا زي ما انت شايفة، بس خليه مفرود في الكيس عشان لما تحطيه في الأكلة يبقى مفرود معاكي وما ياخدش وقت في الفك. البصل ما تطلعهوش وتسيبيه يفك، لازم تحطيه في الأكل على طول. هيبقى ريحته مش حلوة ومش ملوش نتيجة، هينزل مية كتير قوي. مهم جدا. لقيته فعلا تفريز البصل بصراحة. لو عندك أكلة ومستعجلة وعندك مشوار وعايز تعملي أكلة، لا الموضوع سهل. طماطمك في الفريزر، بصلك في الفريزر. سهل جدا، بيسهل معاكي امور كتيره بصراحه. يعني كنت بتريق على الناس اللي بتقولك ليه تفرز البصل، لا مهم فعلا والله يا جماعه. عندك وقت ومش وراكيش حاجه، فرزي شويه بصل، فرزي شويه طماطم. الحاجات دي بتفرق كتير قوي معاكي انتي. بتبقي ما وراكيش حاجه، بتبقي مشغوله في يوم مش قادره ما تعمليش حاجه، تطلعي من الفريزر وتعملي. هفرز كمان شويه بصل على توم. في اكل بيحتاج بصل وتوم مع بعض. خلاص، تحطي ده مع ده. بس الاكياس تبقي عارفه دي بتاعت ايه، دي بصل وتوم ولا دي بصل بس. خلاص، انا بهز الكبه كده لان هي عشان انزل كل حاجه من فوق اهو. شايفين الفرمه بتاعتي مش ناعمه قوي، وبخليه مفرود. خلاص، يبقى انا فرزت بصل بس وفرزت بصل على توم. فلا التفريزات بتنفع معاكي وقت ما يكونش ليكي مزاج تعملي اكل ومضطره انك تعملي. هيسهل معاكي كيس بصل تحطيه على النار على شويه زيت، تعملي اكله بسرعه، مش هياخد معاكي وقت. لو عندك مكان للفريزر، يعني لو عندك فريزر، عندك ديب فريزر كبير، لا اعملي وبيوفر معاكي وقت. وساعات البصل بيبقى غالي جدا، يعني احنا البصل ساعات وصل لحاجه و40 جنيه وحاجه و50. فلا نعمله يعني على قد ما نقدر. يعني ساعات ايوه مبقاش فيه فلوس وبتاع، بس لا على قد ما نقدر هيوفر معاكي مجهود ووقت. والثوم طبعا تفريزه مهم جدا والله. بصي كل حاجة مهمة، اللي تقدري عليه حاولي تعمليه. هيسهل معاكي وقت ومجهود وفي نفس الوقت فلوس، لان ساعات الحاجات بتغلى قوي زي ما احنا عارفين. لا هيوفر معاكي كتير قوي. خلاص كده عملت البصل بتاعي، كمية البصل عملت قدها تاني وشلتهم برضو. وده توم. خلاص انا مفرزه قبل كده توم، ودي كان باقي توم عندي عملته كمان اهو. خلاص هنخلص كل الحاجات اللي عندي دي. ده عملته من بالليل وحشيت الصبح، انت فاهماني؟ يعني ما عملتش كله مع بعض عشان ما اتعبش اهو. ونحط في علب كده ونحطه في الفريزر. ما عندكيش علب حطي في كيس زي البصل كده، بس العلب اسهل لك اهو.
ده التوم اللي انا كنت عاملاه قبل كده في الفريزر، كمية حلوة قوي ان شاء الله ان شاء الله. يعني حتى لو ما كفتنيش لغاية التوم الجديد يعني هحتاج حاجات بسيطة. خلاص، بس هجيب بصل تاني وهشيل بصل. بصراحة انا عجبني قوي موضوع البصل. خلاص كده هشيلهم في الفريزر. البصل ما تطلعوش وتشتغلي فيه بعد ما يفك، لا طلعيه على البتاع على طول على الحلة. ده خلطة المحشي بتاعتي ما شاء الله زي ما انتم شايفين حلوة ازاي. خلاص، وهحشي طبعا. حشيت معاكم كتير قوي، عندي فيديوهات محشي كتير قوي، فما رضيتش اطول معاكم الفيديو. بحط من تحت في ورق العنب بالذات اللحمه، شرايح اللحمه وجزر وبصل، احب احطهم كده واشوحهم في حته زبده. اهو المحشي طلع معانا زي ما انتم شايفين ما شاء الله ولا قوه الا بالله، شويه محشي عسل حلوين قوي بجد. بحب قوي اللحمه تحت ورق العنب والفلفل، وبحب احط الفلفل مع ورق العنب. يعني ورق العنب واحط عليه طبقه فلفل من فوق كده بتبقى حلوه قوي، والحله التانية حاطه فيها الكوسه والبتنجان وبرده باقي الفلفل. زي ما بقولك انا عملت كميه حلوه، ولادي بيحبوا المحشي ومش على طول بعمله بصراحه، يعني مرتين مثلا في الشهر، لان هو متعب وبعد تعبه ما بيبانش بصراحه يعني نتعب فيه قوي ونتهد. والمهم يعني عملنا شويه محشي حلوين اهو، الكوسه والفلفل وبتنجان ورق عنب اهو. هفضيه كله قدامكم. وعملت صينيه فراخ حلوه ودبابيس حلوه قوي، بصل تحتيها قطعت بصل بس، ما عملتش حاجه غير كده، وتوابل 7 بهارات وفلفل اسود. ما بحطش حاجات كتيره قوي على الفراخ وهي بتتعمل عشان ما تضيعش طعمها. اهو الجزر والطماطم والبصل تحت ورق العنب مع اللحمه بقى حلوه قوي يا جماعه، مع حته الزبده شوحها بحته زبده حلوه. خلاص كده اهو الصينيه دي حكايه. اهي صينيه الفراخ شايفين حلوه ازاي، قطعت بصل من تحت وحطيتها على البوتاجاز وبعدين حطيتها تحت الفرن. اكله حلوه ما شاء الله يعني. اتمنى تجربوا التفريزات وتعملوا شويه محشي وبألف هنا. وزي ما انتم شايفين يعني بصي المحشي بيتكلم عن نفسه. التفريزات بقى بتنفعك في حاجات زي كده، هتعملي اكله صعبه وتقيله، حطي بقى في الفريز، تطلعي من الفريزر البصل والثوم وكله على البوتاجاز بقى، مش هتقفي تقطعي بصل وتقطعي وتدقي توم وتفرمي طماطم، لا الحاجات دي بتسهلك كتير قوي قوي. ما حدش مستني، هما بيستنوش والله هما بيخلوني استعجل ومبلحقش اصور الفيديو بسببهم. يعني فيديوهات كتير قوي مش بعرف اصور نهاية الفيديو خالص. المهم فالحاجات دي مهمة ليكي وراحة. يعني هي دوب هتوضبي بس الخضار وتنضفيه. زي ما انت شايفة اللحمة مهرية ما شاء الله. طبعا ورق العنب والفلفل خد من طعم اللحمة اللي اهو. حلوة قوي اللحمة يا جماعة من تحت، يعني نص كيلو حتى بيديها طعم حلو قوي. اما بحط يعني خلاص ما عنديش شوربة، خلاص انا استكفيت باللحمة، هي بالطعام للخضار المحشي. تمام اهو شايفين ورق العنب عامل ازاي ما شاء الله. يعني المحشي حلو بس هو متعب. اتمنى تجربوا التفريزات، اعملوا تفريزات اهي كوسه ما شاء الله. وبألف هنا وعلى السلامه.